السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنكمل باقي السلسلة بتاعتنا. النهاردة حرف الخاء، شرطة مايلة فوق السطر، ماشي، مادة ايديها على السطر اهي، ونحط النقطة. شرطة مايلة فوق السطر، مادة ايديها على السطر اهي، ونحط النقطة. طب حرف الحاء العادي بتاعنا اللي هو بنكتبه اهي، شرطة مايلة فوق السطر، نص دايرة تحت السطر، شرطة مايلة فوق السطر، حرف السي تحت السطر، شرطة مايلة فوق السطر، بطن كبيرة تحت السطر. المهم ان هو يبقى عارف يكتبه. يبقى احنا دلوقتي عرفنا حرف الخاء بنكتبه ازاي، اللي هو شرطة مايلة فوق السطر، مادة ايديها على السطر. ولازم نعرفه ان حرف الخاء نقطتها فوق، النقطة بتاعت حرف الخاء بتبقى فوق، ماشي. طيب، والحرف العادي بتاعنا بقى اللي هو شرطة مايلة فوق السطر، ماشي، نص دايرة أو بطن كبيرة تحت السطر. تمام، ماشي. احنا عايزين دلوقتي نعرف كلمات في أول الكلمة، وكلمات في نص الكلمة، وكلمات في آخر الكلمة. مين هيفكر معايا ويقول كلمة؟ يفكر كده يقول لي كلمة في أو كلمة الحرف الخاء فيها في أول الكلمة أهي. زي مثلا ما أقول خمسة، خمسة، كده حرف الخاء في أول الكلمة اهو. طيب نفكر تاني. كلمة في الخاء في نص الكلمة، هنقول هنا مثلا ايه؟ نخلة، نخلة اهو، نخلة اهي، حرف الخاء هنا اهوت في نص الكلمة، ماشي. طيب في آخر الكلمة نقول بطيخ اهي، اهي، تمام كده. طيب ماشي. اما اجي اقول عايزين كلمة تانية يا مس، اول حاجة اما نيجي نقول ايه؟ مثلا خزانة، خزانة، خزانة. طيب ها، في نص الكلمة يخرج، يخرج، يخرج اهي. طيب في آخر الكلمة خوخ، خوخ اهي، ماشي. طيب ناخد واحدة كمان، ماشي. اما اجي اقول في اول الكلمة خشب، خشب، خشب ها. طيب في نص الكلمة اما اجي اقول يدخل، يدخل ها. طيب في آخر الكلمة اما اجي اقول صاروخ، صاروخ. يبقى حبايبي احنا خدنا ازاي نكتب حرف الخاء، وقلنا حرف الخاء شرطة مايلة فوق السطر، مادة ايديها او فردة ايديها على السطر. وقلنا حرف الخاء اللي هو العادي، وطبعا دي احنا بنكتبها في اول الكلمة، ولو في نص الكلمة هنكتبها كده، وبرضك لو في نص الكلمة هنكتبها كده. تمام. وقلنا ان حرف الخاء ده بأي رمز، المهم ان انا اعرف اكتبه. شرطة مايلة فوق السطر، نص دايرة تحت السطر، او شرطة مايلة فوق السطر، بطن كبيرة تحت السطر، او شرطة مايلة فوق السطر، حرف السي، او نص دايرة او بطن كبيرة. المهم ان هو يبقى عارف يكتبه. وقلنا ان حرف الخاء في اول الكلمة بتتكتب كده، والخاء في نص الكلمة بتتكتب كده، والخاء في آخر الكلمة بتتكتب كده. وخدنا أمثلة عليها وخدنا كلمات عليها. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، ولو عايزيني أشرح حاجة تانية اكتبولي في التعليقات. شكرا، باي باي.